فاش كتسمع الطبول الحرب في إيران والمنطقة. واش كتحس بالخوف ولا بالوعي؟ العالم كامل كيهضر على الاخبار النازله بحال الشتا، الاشاعات ولات هي العمله الرسميه. وسولتي راسك واش هادشي صدقه جاريه باش يوريوك الحقيقه، ولا كاين شي حاجه اخرى مخبيه ورا الستار؟ اول ضحيه في كل حرب هي الحقيقه. الوعي ديالك هو المستهدف الاول من الاخبار اللي كتشوفها في كل دقيقه في التلفازه ولا في الانستغرام ولا في الفيسبوك. هاد الناس اللي كيصنعوا الخبر ماشي بحالك، كيخدموا الدماغ، عارفين مزيان كيفاش الدماغ تيخدم ديالك، عارفين بلي الخوف هو اسرع طريقه باش يسدوا لك عينيك ويخليوك تبع بحال القطيع بلا ما تفكر في البروباغندا. يقولوا لك كذبه، البروباغندا هي يغرقوك في الفخر ديال المعلومات حتى ما يبقاش تعرف فين هي الحقيقه وفين هو التزوير. انت كتولي عايش في توتر دائم بلا ما تعرف السبب. علاش كيبغيوك تخاف؟ حيت الخوف كيعطل الفحص الجبحي ديالك في الدماغ، هذيك المنطقه اللي كتحلل وكتاخذ القرارات الذكيه. فاش كتكون خايف كتولي سهل في التوجيه، كتولي مستهلك المخاوف ماشي صانع المستقبل ديالك. تخيل معايا فاش كتركز 10 سوايع في النهار على الاخبار ديال الحرب ايران، شحال بقى لك ديال الوقت باش تفكر في مشروعك، في قرايتك، في الاهداف ديالك؟ هذا هو الفخ الحقيقي. الحرب النفسيه اصعب بزاف من الحرب العسكريه، حيت كتدمرك من الداخل بلا ما تطلق عليك رصاصه واحده. الوعي الحقيقي ماشي هو تعرف شنو واقع، الوعي الحقيقي هو تعرف شنو خصك دير وشنو ما خصكش دير. ولكن المهم علاش كيبغيوك تخاف؟ لان الوعي هي الوقايه، هو الفلتر اللي كيدور المعلومات نقيه وكيحبس السموم. فاش تسمع الخبر كيخلع، قول راسك هاد الخبر شنو غادي تزيدني، شنو كيخليني نوجد راسي ولا غيشل لي الحركات ديالي. الوعي كيبني القوه، كيبني الثبات. فاش كيكون عندك الوعي كتولي تشوف الخيوط اللي كيحركوا بها اللعبه. مكتبقاش حمار.